وين مشى السفساري؟ نساء بكري مع رجال بكري، خاطر كان راجل كيما راجل قبل ما تخرجش المرأة عريان، وتو حتى عزوز هاني لابسه سروال وخارج، ما عادش كي بكري يحترموه، وهي زينة المرأة سترتها. المرأة بكري كي تعمل السفساري وتمشي تلقاها الواحد يلاهي وقتاش يشوف قدها ولا ساقها ولا يدها وتو بنيتي كل معزة كل شيء على بر. حتى النساء عفوهم والله بالحق، حتى النساء سامحني عاد مش على الناس الكل. فما بنيات هكا تلبس سروال تلبس كابوت تسميلها بطلوطه مستوره، وفما نساء عملت العام كبيره وصغيره عملت العام. منين السفساري باش يشوفوه تو؟ اما هذايا سترة المرأة وعز تونس وعز كما نقولوا فيها الجدرة الاولى السفساري. انت يا حاجه من وقتاش لبستوا السفساري؟ من عام الاستقلال، وقتها عمري 15 سنة كنت نلبس في اللحفة المصري. كانت اللحفة المصري هكا كحلة ورخامة وروبة اليدين طوال والروبة طويل، ومن بعد هيك عرفنا نعملوا السفساري والرخام. عمرك ما نحيتوا السفساري من فوق بدنك كي تخرج البر؟ لا ما نحيشوا في مرشي في حانوت في قضية ما نحيش، يظهر لي كلي زرقاء علينا بالكل ما نجمش نحيه، خاطر استانست بيه ما عادش نجم نحيه بالكل. انت لبستوا يا حاجه خاطر كنت تحب تلبس السفساري، ولا خاطر ممكن خاطر وقت عهد الاستقلال معناتها النساء الكل لبسوا يلبسوا كده؟ بكري ما فماش امراه تخرج بلا سفساري، وما فماش بنيه تخرج بلا لحفه مصري. وكي بدات تقرا وبدات تتولد هكا شوي بدو ينحوا البنات الصبايا، وبعد تبعتهم النساء الكبار، ومن بعد اما هي الرسمي بكري تخرج بلا سفساري يعيروها. في روحك تو كي تشوف البنات نتاع توا وتشوف النساء نتاع توا وتشوف الشعر المجبود وتشوف قيمته بسترته في قيمته باحترامه والله ما هوش عار. اما العار شنو بنتي؟ هاك تمشي تلبس كم تعروبه وتخلي الكم الاخر عند الخياط مجونحه حاجه كدجاجه، واللي تمشي حاجه بنيتي مفصله تفصيل. سفساري سروال محزوق تلقاها مفصله فيه تفصيل، هذه المشباهي. ومرأة مرت الراجل تلبس خيط منه وخيط منه وتخرج في دارها تلقاها كالخديمة، والبرة تضربها تلوط روحها وتمكش وتقد وتخرج. هذه كلها سقط للمرأة. المرأة باش تزين زي في دارها، والراجل هذا ما نعرف في الشارع، ما نعرفش المرأة في الدار ذلك ملوطة باليدام وبالواحد وتخرج له الشارع تبدا تنكيش وتقد لمن تلمن تقد. راهو بنيتي حاجة مش باهية، وخلي يتغشوا مني النساء ولا ما يتغشوش، الرسمي هو الكل. انت معناتها تشوفي روحك توا احلى مراه؟ اعز مراه عمري ما عمري لا ما حد شاف وجهي. تو انا جبت قدها 9 صغار، 9 صغار ما نعرفش روحي نهار معناتها كبروا ولادي ما نعرفش روحي نهار عملت كحل وسوا قدام زايد كي كبروا خذوا نساء نحشم قلت نقول لهم نتكحل وتسووا كل واحد. والله بنيتي نحشم الراجل لا ما عينيش فيه الراجل، كبروا ولادي وكنايني وكل ما عيدش عيني ما هو بكر الراجل ما هو بكر كي كبروا ولادي يولوا يفهموا ويعرفوا ما نجمش نحشم ما نجمش. شنو الفرق ما بين السفساري والحجاب؟ اما ترى خير السفساري اكثر ستره ولا الحجاب اكثر؟ والله بنية الحجاب تعملوه لموضة، ثم بنية على بنية يخرج عليها تعمله، اما السفساري هذاك الرسم. معناتها انت تقعد لابسه السفساري ستره روحك خير من حجاب؟ خير من شنو اللي باين مني؟ هاني مستور ما باين مني حتى شيء. اما الحجاب ساعات اخي بالله تعمل الحجاب وتعمل المكياج هذه تسمى متحجبه. ها؟ فماش نية. لا الحجاب كي تعملوا هو الساحه بس تزين وجهها حرام، مش تعمل الريحه حرام. فما اللي تحب تزين فما اللي تحب لا تزين هذيك غير خرج. لا هذيك خرج عليها الحجاب عملته زين. ها نقول لك الحق، اما مش الحجاب مش للناس الكل. فما ناس تعمل حجاب تعمل بستره وتصلي، وفما واحد يخرج عليها يحصل لها وجه يحصل لها عويناتها تعمل هذيك شنو اللي راح مش ملوح الحجاب سفساري هو الكل. تنصح المرأة التونسية والمرأة توا والبنات والجيل الجديد اللي تشوف التونسية يلزمها من تخرج من دارها تحترم راجلها الساعة وتحترم أخوها وبوها، ما تلبسش القصير، ما
ما تعريش روحها، ما تسلخش وجهها، ما ذلكش باش يشطر بشطر، لازمها تحترم روحها. الرجال له العفو نساء العراية. نزيد نقول لك حاجه قسما بالله، ياك يشوف طفله عريانه ولا مراه ما كيجاهم ملوط، هي تتعدم ويضحكوا عليها. قسما بالله والعهد، هاني قاعد نخالط في السوق، هي تتعدم ونقول اخي شو كيفاش حالت، شو كيش محزون براجلها ولا بلاش. وصلوا العار لاولادهم والرجال، ننصحهم يمشوا ويستروا رواحهم احسن ويخرجوا احلى. نعود في هذا الجزء الأخير، فعلا الجزء الأخير وكلمة أخيرة. أكيد أنه أميرة بن جنات الصحفية قد قضت وقتا ممتعا مع هذه المرأة اللي نشوفوها في البلاد العربي.